التمكن عن طريق فرانك اوليفي، يلعب كره ممتاز والهدف الترجي سجل، الترجي سجل كره بالشبكه وهدف عن طريق بن غيث الجزائري. هذه المره يسدد كره ماكنه صعبه جدا على ابو جبل، والفريق التونسي يتقدم بال1-0. الثالثه ثابته مكشفه، الثالثه بالشبكه. هذه المره رؤوف بن غيث يوقع على كره الاسبقيه. ترجي 1 الزمالك لا شيء. الترجي يتمكن من التسجيل. ترجي فريق قادر على صناعة العبور، فريق عالي الكعب ورفيع المقام وصاحب حضور، فريق قوي يكرس منطق التفوق في أي مكان وفي أي زمان. أسبقية الترجي وستبات في الدفاع الزملكاوي. كورة من حمدو للمتقدم من الخلف، شوف لعبها كورة أرسلها بالزاوية البعيدة من غيث. فرحت بن شرفية بأسبقية الاسبيرانس. ترجي 1 ما اعطاش الفرصه للزمالك. هنا جبل ان ينطلق بالكره، يسدد التعادل والتعادل. اي صاروخ هذا، اي كره هذه، والنجم يرد على الجزائري. اذا كان الترجي سجل عن طريق بن غيث الجزائري، فان الزمالك يعدل عن طريق المغربي والنجم. 1-1 والفريق الزملكاوي يتمكن من ابراز كره التعادل. قذيفه من مسافه بعيده، النجم يعبر الكفاء. 1-1 والفريق الزملكاوي يرجع للمباراة. يتنفس الفريق الزملكاوي بهدف النجم. هدف التعبير بعد كرة مباغتة، بعد كرة صوبها في غاية الدقة والتركيز. شوفوا العادة كنترول، انتظر وسدد. زمالك هجمة سريعة في كرة خطيرة، والهدف الثاني الزمالك يسجل، الزمالك يسجل الهدف الثاني عن طريق زيزو يضع كرة في المرمى. وسط اعتراض من لاعبي الترجي، زيزو يسجل ثاني اهداف الزمالك. نقاش واعتراض من لاعبي الترجي، والحكم رضوان شيد الورقة الحمراء، سيشهر الورقة الحمراء المغربي. نقاش من لاعبي الترجي يطالبوا بخطأ، هدف يحتسب للزمالك، واعتراض من جانب الترجي. رضوان شيد الورقة الحمراء. مازال النقاش مستمر. علاء محمود علاء بالشبكه، وثالث اهداف الزمالك. يضع كرة على يمين معاذ بن جبية عكس اتجاه حارس مرمى الترجي. الزمالك 3 الترجي 1. 3-1 لصالح الفريق المصري. صحيح يعني تقدم للزمالك بفرق هدفين، ولكن لا ننسى نهاية تشامبيونز ليج 2018 ايضا الترجي خسر من الاهلي 3-1، والريمونتادا في ملعب رادس 3-1. صحيح تفوق لفريق الزمالك، ولكن في لقاء اياب وفي 90 دقيقه في رادس. الزمالك 3-1 يكرر الانتصار من جديد على الترجي. 3-1 في الدوحه، 3-1 في القاهره. محمود علاء يفاجئ ويخالط الحارس بن شرفيه، وثالث اهداف الزمالك.